اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة النهاردة حصرية بقى لحبايبي اللي بيحبوا الأكل الشعبي بتاع العربيات ومحلات السمين. أشهر أكلة على عربيات السمين وهي ايه؟ كفتة السمين. النهاردة جبتلكوا كل أسرارها، يعني مش هتاكلوها من الشارع تاني، وهتعملوها في البيت بمنتهى النظافة. وكمان جبتلكوا السر اللي هيحول نص كيلو المفروم اللي هنعمله لكيلو كامل. فيديو يستاهل منكوا أحلى لايكات وتشجيع علشان أستمر في تقديم أحلى وصفات حصرية لعيونكم. لو أول مرة تشوفوني، أنا الشيف ماجي، وهكون سعيدة جدا جدا باشتراككم في قناتي وتفعيل الجرس على الكل علشان توصلكوا وصفاتي أول ما تنزل. ويلا بينا نشوف إزاي نحضر الكفتة الجميلة دي مع بعض. معايا هنا طبق فيه لبابة عيش فينو. هنجيب 3 رغيف عيش فينو وناخد اللبابة بتاعتهم وهحطهم في طبق عميق زي ما انتوا شايفين كده. هننزل بعد كده على لبابة العيش دي بربع كوباية من المية، يا دوبك نبلهم، ما نكترش المية عن كده. معايا هنا بصلتين متوسطين زي ما انتوا شايفين كده، هنقطعهم 4 هبتدي انزل بالبصل بعد ما قطعته. بعد كده هنزل ب4 معالق كبيرة كزبرة خضرة، تقريبا كده نص حزم كزبرة. بعد كده هننزل عليهم برشة صغيرة كده من الملح. هنديها بقى كده معلقة صغيرة من الفلفل. بعد كده هننزل بكيس 1 من كنور اللي هي بتاعت الكفتة، زي ما انتوا شايفين كده، ريحتها بصراحة جميلة جدا جدا. الكيس بياخد نص كيلو من اللحمة. هنديهم بقى كده تقليبة حلوة كده بإيدينا، قلبيهم كويس. خلي بالكوا حبايب قلبي، انا لسه ما حطيتش اللحمة المفرومة لحد دلوقتي، بس تابعوني خطوة بخطوة وشوفوا انا هعمل ايه. هناخد بقى المكونات دي كلها وهننزل بيها في الكبة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. شايفين حبايبي الخليط اتشمع كله مع بعضه ازاي؟ دلوقتي بقى هننزل عليهم بنص كيلو من اللحمة المفرومة، والنص كيلو ده هيرمي معاكي كيلو ان شاء الله. الكفتة بقى خلصت بقى ما شاء الله عليها، وتشمعت كلها مع بعضها. اللهم صل على النبي. زي ما انتوا شايفين دي بقى هتحطيها في التلاجة ترتاح لمدة ساعة. بعد كده تبدأي بقى تشكليها في سياخ لو تحبي، وأتحداكي إنها تفك معاكي. مش هتفك معاكي أبدا، يعني لازم تكوني مطمئنة. احنا هنريحها لمدة 10 دقايق بس، ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض. دي الكفتة بعد ما ارتاحت لمدة 10 دقايق. هنبل بقى ايدينا زيت زي ما انتوا شايفين، وهنبتدي ناخد قطعة منها ونبتدي نكورها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ويا سلام بقى لو عايزة تخزنيها في الفريزر، تحطيها في اطباق وتطلعي منها تسوي براحتك اللي انت عايزاه في اي وقت. هنكورها كلها بقى بالشكل ده. شايفين بقى الجمال؟ ما شاء الله تبارك الله.
وريحتها روعة. هكمل بقى الباقي وهرجع لكم مرة تانية. رجعت لكم حبايبي بقى مرة تانية. شايفين ما شاء الله نص كيلو مطلعين كمية كبيرة ازاي؟ اللهم بارك. طلعت بقى حتة ليا بقى كانت عندي كده في التلاجة، وتعالوا بقى هنسوي أجمل كفتة مع بعض. يلا بقى بسرعة بقى حبايبي ندخل على مرحلة التسوية. نجيب بقى الصينية الجميلة دي بتاعتنا، وهنحط فيها شوية زيت زي ما انتوا شايفين كده، وهننزل بقى بحتة اللية الجميلة بقى بتاعتنا. ملكة الحفلة بتاعتنا بقى النهاردة دي العروسة. هندي بقى تشويحة كده جميلة لللية بتاعتنا، تقلبيها كده، ونبتدي بقى ايه، ننزل بقى بالكفتة بقى الخطيرة بقى. هندحرجها بقى كده في قلب حتة اللية. يا سلام يا سلام. بعد ما حطينا الكفتة بقى الخطيرة بتاعتنا ديت، ما نحاولش حبايب قلبي نقلبها الا لما تاخد اللون الذهبي من تحت. شايفين بقى حبايب قلبي الكفتة الجميلة ديت بعد ما قلبتها وخلصت؟ عايزة بقى اطلع كده واحدة منها وادوقها. انا مش مستنية بصراحة. شايفين بقى الجمال؟ الله، ايه الجمال ده! مش قادرة بقى اقولك ايه يعني على طعمها. طعمها خطير جدا جدا، بتدوب والله في البق. ما شاء الله على طعمها وجمالها. هروح بقى اوضب السفرة وهرجع لك مرة تانية. بعد ما جهزنا بقى السفرة بتاعتنا الخطيرة ديت زي ما انتوا شايفين، تعالوا بقى نعمل اجمل سندوتش. هناخد بقى رغيف بلدي جميل بتاعنا، وهنحط بقى فيه ايه الكفتة الخطيرة. ده احلى بقى كلام ده ولا ايه؟ هناخد كمان شوية سلطة وهنحطهم على الكفتة زي ما انتوا شايفين كده. يا نهار ابيض على الجمال والحلاوة. جربوها حبايبي وبألف هنا عليكم يا رب. شايفين بقى الجمال؟ ايه ده! انا هعمل بقى قريب بقى عربية بقى كفتة، بس تيجوا تشتروا مني. شايفين بقى الجمال؟ كان نفسي والله يكونوا موجودين معايا وتاكلوا معايا بألف هنا وعافية عليكم يا رب. ما تنسوش بقى حبايب قلبي اللايك الجميل للفيديو، وهستنى تجربوها وتقولولي بقى رأيكم بقى في التعليقات بصراحة. وأسيبكم بقى واروح آكل السندوتش الحكاية ده، وأشوفكم على خير حبايب قلبي في فيديو جديد إن شاء الله.